كلنا مرينا بمواقف فقدنا فيها السيطرة على مشاعرنا، لحظات غضب أو توتر أو حتى حزن كبير. بس السؤال، هل المشاعر دي بتتحكم فينا ولا احنا نقدر نتحكم فيها؟ ركز معايا شوية. هل المشاعر دي بتتحكم فينا ولا احنا نقدر نتحكم فيها؟ الحقيقة ان التحكم في المشاعر مهارة، ولو عرفت تستخدم الأدوات الصح هتقدر تديرها بسهولة. النهاردة هكلمك عن طرق فعالة تخليك تسيطر على مشاعرك بدل ما هي اللي تسيطر عليك. لو أول مرة تشوفني فأنا الأخصائية النفسية منى شطة، وهنا زاوية نفسية. أشوفكم بعد الفاصل. زاوية نفسية مع منى شطة. ورجعنا لكم تاني، أهلا بيكم. ايه هي الطرق اللي ممكن تخليك تسيطر على مشاعرك بدل ما هي اللي تسيطر عليك؟ أول حاجة من الطرق دي واللي هي لازم تفهم مشاعرك كويس، فهمها بشكل جيد. قبل ما تفكر تتحكم في مشاعرك لازم تفهمها. اسأل نفسك، ايه اللي انا حاسس بيه بالظبط دلوقتي؟ جرب تكتب مشاعرك في ورقة او تسميها بصوتك، وده هيساعدك انك تاخد خطوة للخلف وتشوف الصورة كاملة وتشوفها بشكل كامل. خد بالك ان الخطوة للخلف دي مهمة جدا، لانها بتهديك وبتخليك ما تندفعش وتعمل اي حاجة تندم عليها. تاني حاجة، افصل بين الحقيقة والتوقعات. يعني ايه؟ يعني العقل ساعات بيعمل سيناريوهات وهمية بتزود المشاعر السلبية جوانا. على سبيل المثال، لو جالك الأستاذ محمد زميلك في الشغل وقالك روح للمدير عايزك، ممكن تفترض انه هيوبخك، في حين ان ممكن تكون الحقيقة عكس كده تماما. لما تلاقي نفسك بتتوقع الأسوأ، اسأل نفسك فين الدليل؟ هل في حاجة مؤكدة بتقول ان ده اللي هيحصل؟ تالت حاجة، خد نفس عميق وسيب وقت للمشاعر تهدى. لما تحس انك متوتر او غضبان، خد نفس عميق من انفك وطلعه من فمك. النفس العميق ده ببطء هيهديك وبيبطئ معدل ضربات القلب وبيساعد المخ على التفكير بشكل اوضح. ممكن كمان تمارس التأمل او المشي لمدة 10 دقايق وهتلاحظ ان في فرق كبير. رابع حاجة، غير وجهة نظرك للموقف. المشاعر السلبية احيانا بتكون بسبب طريقة نظرتنا للامور، وللأسف اغلبنا بيعمل ده وبيجلد نفسه بدون داعي. بدل ما تقول انا فشلت في الحاجة دي، قول انا اتعلمت درس جديد وهتغير. طريقة تفكيرك في الموقف بيغير بشكل كبير جدا على استجابتك للمواقف. خامس حاجة، اتحكم في لغة جسدك وصوتك. لما بتكون متوتر هتلاقي نفسك منفعل، اكتافك ممكن تبقى مشدودة. لو غيرت لغة جسدك ممكن تغير احساسك. خد نفس عميق، اتكلم بهدوء، هتحس بتحسن كبير جدا. النقطة السادسة، ان احنا ممكن ندون مشاعرنا بانتظام. يعني ايه ادون مشاعري؟ يعني تدون يومياتك العاطفية. ده بيساعدك على ان انت تفهم مشاعرك بشكل اوضح وتعرف ايه هي الانماط اللي انت بتمر بيها. كمان بتقدر تشوف الامور بشكل اوضح. النقطة السابعة، تجنب الاشخاص السلبيين. لو حواليك ناس بتصدر لك الطاقة السلبية فطبيعي مشاعرك هتتأثر. حاول تقضي وقت اكتر مع ناس ايجابيين ويساعدوك ان انت تشوف الامور بشكل اهدى وبشكل اوضح. النقطة الثامنة، استخدم الفكاهة لتخفيف المشاعر السلبية. الضحك بيحسن المزاج وبيقلل التوتر فورا. جرب تشوف حاجة مضحكة او تفتكر موقف كوميدي انت مريت بيه، هتلاقي نفسك بقيت اهدى. النقطة التاسعة اللي ممكن نعملها ان احنا نحدد الاولويات وما نضغطش على نفسنا. احيانا بنحس بالاحباط لاننا بنحمل نفسنا فوق طاقتنا. قسم المهام بتاعتك واعمل خطة واضحة علشان ما تحسش بالضغط. اسمح لنفسك ترتاح وما تلومش نفسك على كل حاجة. النقطة العاشرة، اطلب الدعم لما تحتاجه. يعني انت ممكن تلجأ لصديق تتكلم معاه، ما تحاولش تعمل كل حاجة لوحدك. كمان انت ممكن تتكلم مع حد من عيلتك، ده بيساعدك انك تفكر بصوت عالي وتشوف الامور من زاوية تانية. واخر حاجة عاوزة اقولك عليها، ان المشاعر مش عدو لينا، ولكن هي مؤشر مهم بتقولك انت محتاج ايه. لكن لو سيبناها تسيطر علينا حياتنا هتبقى اصعب بكتير. جرب الطرق اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة وانك تاخد خطوة نحو التحكم في مشاعرك. لو عندك طرق تانية بتساعدك انك تهدى شاركها معانا في الكومنتات. ولو بتشوف الحلقة دي على الفيس، اللايك الجميل والشير لاصحابك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.